السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أي حد من الإخوة المشتركين عندي وأي حد يشاهد الفيديو يا ريت يصلي على النبي ويوحد الله ويقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بنتكلم النهاردة على الإخوة السودانيين. الإخوة السودانيين إحنا دائما بنقول كمصريين بيقول عليهم أخوة سودانيين لينا وأشقاء وبلد جار وبلد على راسنا من فوق. لكن لما يطلع واحد هزء من السودان يتكلم بكلام ما لهوش أساس من الصحة، واحد ما يستاهلش يكون سوداني، والله ما يستاهل يكون سوداني ولا يستاهل يتنطق انه سوداني ولا من دولة سودانية ولا بيخاف على حقوق الجار ولا له مصلحة في السودان غير خراب وفتن بين الشعوب وبعضيها. النهاردة الرئيس البرهان وزير الدفاع عندهم بعت رئيس الوزراء عندهم او رئيس أو وزير مش عارف الخارجية او حاجة زي كده، يعني مش متأكدين منها، لكن الفيديو معمول وصريح. الراجل ده بيتكلم بيقول لك اللي احنا بلد، يعني اعتبر باللغة اللي احنا نفهمها ان احنا بلد فتن. اسمعوا الفيديو عشان خاطر لما الناس تتكلم تقول لك المصريين عاملين ازعاج للسودانيين على السوشيال ميديا وبنشتم. احنا بنشتم؟ لما احنا بنشتم ده بيعمل ايه؟ الناس تحكم، بس السوداني الاصل المظبوط يحكم. المشكلة ان فيها تعليقات، في تعليقات كتير، اللي مؤيد اللي معارض، بس الأغلبية مؤيدين. اسمعوا الفيديو واحكموا حضراتكم بنفسكم. عارفين الراجل ده؟ طبعا الراجل ده معروف مين هو وفين وموجود فين وبيتكلم ازاي بطريقه مش حلوه. اداء الراجل يعني انا اول مره اشوف الكلام ده. وردنا قبل قليل ومن الاخبار العاجله السيد عبد الفتاح البرهان يبعث بمبعوث خاص لدوله الازمه، احنا دوله الازمه، عن سبل لحل الازمه. والتقى السيد المبعوث للرئيس برهان بوزير خارجيه دوله الازمه التي افتعلت الازمه في السودان. والان جلس الرجلان ليشوفوا حل سريع جدا لحل الازمه اللي افتعلوها الاثنين. الان السيد البرهان بيبحث عن حل للازمه من الدوله المفتعله الازمه. كان معكم مراسلكم شرطوط مخدود، والسلام عليكم ورحمه الله. طيب الراجل اهو سمعتوه صوت وصوره، وجايب رئيس الوزراء اللي عندنا سامح شكري رئيس وزير الخارجيه، وجايب الرجل السوداني اللي جاي عندنا، يعني يقول لك احنا بلد الازمه. مصر بلد الازمه ازاي يا معفن؟ يعني انت مش بتفهم، يعني افهم مش بتفهم يعني خالص، ما عندكش فهم ولا تمييز. بلد ازمه ازاي؟ احنا دخلنا لكم عملنا لكم ازاي؟ يعني انت الراجل ده مش مؤيد للجيش. الراجل ده اولا مش مؤيد للجيش ولا تبع الجيش ولا بيخاف على مصلحه السودان. الكلام بتاعه ده بيقول لي ويدل على كده. لكن ان احنا مثلا نقول لك على مصر انها بلد ازمه وباعت واحد دبلوماسي او واحد عنديه يعني مسؤول لبلد الازمه اللي عملت الازمه. احنا عملنا ازمه في السودان ازاي؟ تمام؟ وهو بيقول لك باعت لبلد الازمه اللي اتفقوا على الازمه، يعني احنا متفقين مع البرهان على الازمه دي. يعني ده راجل بيتابع الجيش اللي بيقولوا عليه جيش هناك الدعم السريع ده، هو تبعه يعني كده، يعني كده بيأيد حميدتي. اول هام الراجل ده انا متابعه بحاجات، يعني بشوفها على السوشيال ميديا، يعني على تيك توك او منصه اسمها كوي. دايما يقول كلام لخبطه عن مصر. هي مصر عملت لي انا مش عارف البنادم ده، ولا هو اصلا بيجيب الكلام ده منين ولا يعرف ايه، انا مش عارف. حد يقول لي ده يعرف ايه؟ يعرف ان مثلا السودان مصر عملت ازمه فيها ليه؟ ايه فايدتنا احنا لما نعمل ازمه ونفتن مثلا الشعوب؟ احنا مصر الحمد لله والشكر لله من قديم الازل، من ساعه ما اتنشأت انها مصر، ما لما لحد وقتنا هذا عمرها ما خشت في ازمات دوليه مع حد، ولا عمرها دخلت في تدخل داخلي بين دولي وحكومتها او دولها وشعبها. عمرها ما حصلت ولا هتحصل. ليه؟ احنا ملناش دخل. دايما البني ادم ده انسان حقودي، والله انسان حقودي بمعنى الكلمه، عن كيان اسمه مصر. مصر دي اكبر منك
عشان حد مثلا يبص لك ولا حد يعبرك، انت مكشف اللي وشك عليه 2 3 كيلو جلخ. اللي انت بتعمل ليه كده؟ عامل لي نفسك ان انت واد ثورجي عليا. انت بتتكلم كلام اكبر منك وانت ما تفهمهوش. والناس السودانيين في ناس طيبه ماشيه معاه، يعني في ناس طيبه بتطبل له شويه. لكن اما نحكي احنا لما نتكلم عن ناس، نتكلم عن ناس بادب واحترام. انا عامل كام فيديو على الصفحه عندي على القناه، اي حد يخش يشوفها. بنحترم السودان ونشيلهم على راسنا من فوق. والله معانا في الشغل ناس سودانيين زي العسل، بناكل ونشرب مع بعضنا في العمل، ما فيش ادنى مشكله. لكن ان ده يتكلم بالطريقه دي عن مصر بلد انظف منه، وهو اصلا ما يقدرش يهوبها ولا يقدر يبص لها، اكيد ممنوع انه يخش عشان خاطر كده بيتكلم مع ناس كتير اعدائيات لمصر. طيب لما انت تتكلم، اتكلم على حاجه اساسيه، اتكلم على شيء انت فاهمه ودارسه. بلد ازمتك فيها، غلت عليك حاجه، يعني احنا سبب في حاجه عندكم غليت، او سبب في حرب، او سبب في فتن؟ ازاي يعني؟ احنا اللي جبنا قوات الدعم السريع، احنا اللي قلنا لهم اضربوا في السودان، احنا اللي قلنا لهم خربوا اسرقوا انهبوا. احنا مصر اللي عملت كده؟ ازاي طيب؟ يعني تعمل ليه كده وهي مصلحتها من كده؟ عملنا دلوقتي، ما كناش عملناها في الثوره لما انتوا شلتوا البشير، كنا تدخلنا تدخل جيش، مش تدخل اي كلام. لو هي بلد فيها فتن وفيها بلد ازمه وبلد عايزه مثلا السودان تخرب، بالعكس احنا حاميين السودان والله. يعني الناس القليله ما تعرفهاش ان احنا حاميين السودان من اي تدخل خارجي، تمام؟ والسودان لو اي دوله اجنبيه خشت فيها مستحيل تطلع منيه. والسودان هيتعاملوا معاملات ربنا ما يوريها ليهم. احنا دايما بنقول الاخوه السودانيين على راسنا، حاليا موجودين بيخشوا عندنا مصر رايح جاي بدون اي ازمات ولا بدون اي عواقب، ويتفضلوا باحترامهم ويطلعوا باحترامهم ويخشوا باحترامهم. لكن انت تقول دولة ازمة، انت راجل ما تفهم اي شيء ولا تفقه اي شيء، عايز تخلق بس بين الناس فتن، وتخلق قصص لحضرتك لصالحك انت الخاص، تمام؟ اتمنى من الناس الاخوه السودانيين يا ريت يعني يفكروا بعقلهم شويه ويشوفوا الصالح فين ويمشوا وراه، مش نمشيش ورا واحد ما يفهمش اي حاجه فرد. هو انا من وجهه نظري ده مش سوداني، ده مش سوداني ولا يمثل السودان بشيء. بس بيهين دولي، بيهين دوله عظمى، مش دوله وخلاص ولا دوله حاجه يعني صغيره. لا، مصر كلها عارفه ان مصر يعني ايه تطلع وايه تكون. اتمنى من الناس السودانيين يفهموا الكلام صح. بلاش تمشي ورا اشاعات، ورا واحد بتاع فتن وبتاع كلام سوشيال ميديا عشان يعلي صفحته او الناس تتابعه او الناس تتفاعل معاه بطريقه وحشه. احنا عادي بالنسبه لنا والله العظيم، الحمد لله والشكر لله، احنا عادي بالنسبه لنا. بس احنا كل اللي عايزينه ان السودان تبقى تمام و100 والله يسعدنا ويسعد لكم وتعيشوا في امان واطمئنان، واحنا برضه معاكم. اتمنى من الناس المحترمه اي حد يشاهد الفيديو يا ريت يجمعنا يعني مع بعضينا ونتكلم كلام مظبوط، واللي عايز يقول حاجه انا مسامحه، ومعلش لو كنت قلت حاجه او تعصبت شيء. بس ده اسلوب بني ادم رخيص، بني ادم رخيص بمعنى رخيص يعني، ولا يفهم اي شيء. لا تنسونا في دعمكم للقناه واشتراككم في القناه. مع الف سلامه، بامان الله.